بين صواريخ إيران وهجمات إسرائيل ظن البعض أن مصر غائبة عن المشهد، لكنها لم تغب، بل مصر اختارت معركتها وقررت أن تطلق نيرانها من فوهة إعلامها المدار مخابراتيا لتقصف ما تبقى من كرامة الكلمة وحرية الموقف. فجأة في مصر بتتحول الفنانة هند صبري إلى هدف عسكري للإعلاميين ولجان الذباب الإلكتروني. وفنانات مصر اللي عفى عليهم الزمن والترند هجموها لا لشيء الا لان هند صبري شاركت ريلز على انستجرام تدعم فيه قافله الصمود المتجهه نحو غزه. تلك القافله التي اعادت رسم الخريطه من جديد لتؤكد لنا وللعالم ان حدود اسرائيل تبدا من حيث توقفت قافله الصمود. هكذا في مصر الآن تصبح النية في التضامن تهمة، أما التآمر الحقيقي فيسكن ويتجول في قصور الجمهورية الجديدة. في مصر يا سادة صار نشر ريلز على انستجرام أخطر من أي جريمة وأبشع من دفن غزة تحت الركاب. في مصر صار دعم قافلة إنسانية جريمة تستحق التأديب الإعلامي والتشويه المنهجي. ده اللي حصل لهند صبري اللي قالوا اقتلوها او اطرحوها ارضا. ده البوست اللي نشرته هند صبري بتتضامن فيه مع قافلة الصمود في صفحتها الرسمية. هند صبري لم تسلم مع انها شاركت في كل الحملات الخاصة بالجمهورية الجديدة لا مؤاخذة، حتى موكب المومياوات شاركت فيه. يعني خدمت جمهورية العسكر وخدمت السيسي خدمة العبد للسيد. تحولت فجأة لعدو الجمهورية المصرية العربية فقط لأنها قالت غزة تستحق الحياة. لكن لا عجب في بلادي، الجمهورية الجديدة لا تقبل نفسا يخرج عن نصها المطبوع في مكاتب الأمن القومي. إنسانة بس فيها جزء إنساني ما قدرتش تموته. ومصر لا تقبل الإنسانية، لا تقبل أي حد يشاور ناحية خير، ما تخرجش عن اللي مرسوم من العسكر. وإلا هند صبري تونسية الأصل، عندها الجنسية المصرية، مقيمة في مصر، محامية وفنانة ومنتجة ورائدة أعمال، وبقت مصرية أكتر من مصريين. أول امرأة عربية تشكل لجنة تحكيم في مسابقة رسمية بمهرجان فينيسيا السينمائي، رئيسة وعضوة في لجان تحكيم بمهرجانات عالمية وإقليمية. نالت وسام الفنون والأداب الفرنسي، وسام الاستحقاق التونسي. أدرجتها البي بي سي ضمن أكثر 100 امرأة مؤثرة عالميا وعربيا. استقالت من منصبها كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي احتجاجا على الحصار في غزة عشان ريلز. خلى مصر بقيادة الضابط محمد يؤمر السريحة والسوشيالجية بالهجوم المباشر على هند، لدرجة ان الأجرية ياسمين عبد العزيز واحدة من سريحة النظام لقحت عليها ورفعت علم مصر على صفحتها الشخصية. شيخة اقسم بالله انتوا والعار سواء. طبعا متابعين الأجرية ياسمين قالوا لها في التعليقات انت بتعايريها يعني عشان هي تونسية الأصل. بقول لك كم كبير من الخسة والذل والعار في بلادي في ظل حكم العسكر لا تكاد تتحمله الأرض ولا السماء. والد فنانة تانية اسمها ياسمين صبري اللي كانت متجوزة أحمد عز طالب بسحب الجنسية المصرية من هند. عايزين يخرجوها من الجنة. تخيلوا ايه اللي حصل يا ابو ياسمين. ايه اللي حصل يا ابو ياسمين؟ تخيلوا الممثلة هند صبري التونسية اللي مصر عملتها. ده انتم مقززين. بتدعم القافلة التونسية ضد رأي شعب مصر وحكومتها. خد فشار انت وحكومتها. دول ناس احنا بنرفعهم ونشهرهم عشان يحقروا آراء المصريين في أعمال غير قانونية.
اللي مش عاجبه مصر واهلها يسيبها ويروح لبلده. كم انتم حقراء. اطالب بترحيل هند صبري من مصر وفصلها من نقابه الممثلين المصريه. ايه الحقاره دي؟ ايه الحقاره دي؟ ايه العنصريه والقبليه الحقيره دي؟ المفروض ان دي الطبقه الارستقراط، فما بالك بالسريحه، فما بالك بما هم دون ذلك في جمهوريه السيسي الجديده. تعال اوريك باقه المشهد عشان بس استنى يا عبد الله عشان تبقى فاهم الحكايه. مش هند، وهند تقدر تدافع عن نفسها. قسما بالله اللي بيحركنا هو الحق.